البلديه راهي في البلايص الكل، كل بلاصه عندها البلديه نتاعها راه. اما ابكي على اللي ماهمش بلديه في حتى بلاصه، يجي لهنايا يحب ولا يمشي لاي بلاصه اخرى كما في الساحل ولا غير، ويعمل اللي عمره ما يتعمل. شعب ما يدفعش لامبو نتاعو، شعب ما يخدمش الجيش، شعب ما يحترمش كبيره، شعب ما تلقاش دواه وطبيبه، والجيل هذايا ما يحترمش اللي اكبر منه، خاطر كانوا هو وصل على خاطرنا احنا. هذايا سامحني، ما نملش اللي المجتمع هو اللي يفسد راه. ما تمنش انه الشارع يفسد؟ لا لا لا، هو الشارع متكون من شكون؟ ما هو من الناس ولا لا؟ والناس هذوكم شكون وراه؟ ما هو عائلات. يبدا هو من اللي يبدا صغير، يا اضرب عمك، يا اضرب خالك، يا سب خالك، يا شو الله يضحك. كيفاش تحبوا يطلع هذا؟ فما واحد نتاع الجزيري هنا كيوسك، هذاك ولد عم امي، اللي يبيعوا فيه جرايد، يبيعوا فيه جرايد. وشكون كان يهبط هنايا كوستيم ودنيا، مش اللي يجي كان هكا يهبطوا كيما هكا يبزقوا ويعملوا. شنو خليني نقول اليوم اللي تراه في الشارع التونسي ما عادش يعجبك؟ همجيه، الهمجيه وقله الاحترام. يسخايب روحه تجي حتى كي يتكلم واش بيعك يا صاحبي، شنو اللغه هذه وقله الاحترام. كي يمشي هكا ويم وتتحس. وهو شنو اذا يراه فما فصيلتين نحبه ولا نكرهه، راه كي راك شويه هكا لابسه هكا وعندك وحدك وشيء يحب يغفصك، وبالاخص كي تبدا مراره. مازلت عندنا العقليه لتوا راهي هذيك ما تنحاتش جمله. شنو العقليه اللي اي هو راجل وانت مراه، اي لازم يعفسك ويعمل مكان. يبدا راجل يكلمه ويقول له هكاك ما يحلش فمه جمله، يخاف. وبالاخص كي يبدا اصغر منك. عندنا مشكل في الاجيال اللي اصغر منك يظل لو كان انت عايش تنحي له في خبزته، تنحي له في لقم تعيشوا وانت قاعده معناتها الور. احنا الكبار احنا اللي نعملوا في حاجات اللي هما ما يعرفوش باش يعملوهم من اصله. انت عندك بعض الاحترازات على جيل توا، معناها خلينا نقولوا على الشباب. لا حتى الكبار، لا حتى الكبار، لا حتى الناس الكبار هكاكا زاده، حتى كاكا باش يعمل روحه واحد زعما يقول بيتكلم بالقاله زعما بيك زعما راهو نتاع ثوره وعامل روحه كيك بويسنا غيانا فواغره. البلديه راهي في البلايص الكل، كل بلاصه عندها البلديه نتاعها راه. اما ابكي على اللي ماهمش بلديه في حتى بلاصه، يجي لهنايا يحب ولا يمشي لاي بلاصه اخرى كما في الساحل ولا غير، ويعمل اللي عمره ما يتعمل. لانه في بلاده يبدا الحيط العيد. انت لواش هوني برك مشي حي يشوف حي النصر ومشي يشوف العوينه وشوف حاله راهي بنات عمرهم 15 سنه في الفساد. شنو هذا على اي من الاسف ما يلزمهم يشوفوا. حسب رايك اليوم شنو الاسباب؟ شكون المسؤول على انه خليني نقول جيل كامل تقريبا ما نعموش، لكن الجيل اليم من كما قلت انت من عمر صغير 15 ل 14 سنه مازال يقرا في الكوليج يتكيف. اون سامبل ريزون ريت قبل كانوا يضربونا ويقمعونا، ورغم اللي والدينا راهم عندهم الفلوس ما يعطيكش تقول انا نحب ولا حاجه، عندك هريسه وخبز ومعجون تاكلوا. كان الشيء يهرهر لك سنيك، مش وانت تقول نحب ما تقولش نحب ولا. توا ريت الوالدين كي كبرت وهي في الاحتياج يسخايبوا كي يعطيوا لاولادهم اكثر من هكاكا، معناتها هما باش يدلوهم. وهو بالعكس راهو الصغير اللي ما تعلموش باش يعمل على روحه ويستكفى بروحه. من قبل كنا نجم نقولوا انا ما ناكلش هذا وما ناكلش البيت وما ناكلش المحمصه، لا. اما تو لا وليدي ما يسالش. وحتى لمات كي تقول لها راه ولدك كذا تقول لك ما يسالش، توا صغير، توا كي يكبر يتنحى، توا يولي ربي يهديه، راه ولدك يسرق ما يسالش. توا كي يكبر من بعد سي فيني. قداش من ام تاكل طريحه، وقداش من بوها ومطيش في الشارع، وقداش من عائله هكا مشتته. هي وشنو تلقاه انت ولد 14 سنه مثلا يزطل، عنده علاش باش يزطل؟ شنو هي مشاكل اللي عنده؟ شنو مشاكل؟ لكن غياب ربما الوالدين. لا مش مساله والدين، شبينا ربينا اولاد. لا هاني قلت لك الام تخبي ما يعرفوش يربيو، وانت تحب 10 نعطيك 20. لا والله وليدي مسكين ما يحبش ياكل هذاك، خلينا نمشي نعطيه. ولدي يخدم الجيش، لا كيفاش يخدم الجيش ولدي؟ يدك يتكيفيش بيه، مو كي يجيالو توا يولي سي با سا. مش هذه التربيه راهي غالطه على طول. كيفاش تربيت انت وانا وغيرنا؟ مش هكاك بالاحترام. توا لا يحترموا كبير. جيت باش ناخذ تاكسي، واحد هرب مشى قال لي هاي كان عندك ساقي نخلط. كيفاش كان معناها ناخذ تاكسي؟ انا وقفتها، هو زرب وطلع وصفاتني هكا قال لي كان عندك ساقي نخلط. ما شنو هذا راي البلاد اللي شو ولينا عندنا 3 حاجات في تونس. عندك لا الامن،
تمشي في الشارع ما تعرفش تاكل كف يسرقوك. وعندك شو اسمهم الطبيب ما عادش فما، معناتها باش تمشي لازمك ملايين باش تصرف على روحك. وهذا والقلة الاحترام هذا ايفا يتفقدوا راهو في البلاد سيفيني عليك. ومش تقول في العاصمة برك، راهو حتى خارج العاصمة ربها واحد معناها. هذايا الناس كل شربوا من نفس الكاس. كي نحكيو اليوم في الشارع التونسي على اللباس، ترى اليوم انه مازالت فما احترام ولا هاللباس الغير لائق انتشر ياسر؟ ولا والله شو انا مش من اللباس هذاك اموره، يلبس خمار يبدا عريان ما يهمنيش، اعطيني حاجه حلوه. اما تبدا كرشه كاني حاشاك كلبه والده بفنيه بزازل، وهي تبدا ماشيه كيك واحد، ولا تبدا ماسطه حاجه خايبه، كاني خبزه هربه للطراح كرشه مش حلو. وكان جد حلو والله صح، والله صح تلبس بالعكس. هو بالعكس كي راها خايبه هكاكا تلبس يمكن خمار وجلباب خير أسر، اي خير من حاجه خايبه. انت مع حريه اللباس؟ اموره دبر راسك. اما كان يقولوا لي عليه مثلا تعري كرشه وكانت تقول لي علاش هي تعمل هكاك 5 بلال تقول لي علاش. هاني انا مراه كبيره وهاني عندي البلال، لكن هذا خاطر انا عشت في افريقيا فما عروق هنايا يشوفوهم يحط لك بزيت بلوطه باش تولي تشوف بالكدا. وعلاش لي كورسير مش الكلهم ما عندهمش عين، راه يحط لك بلوطه هكا ويسكر عين باش تقوى هذيك. معناها كل حاجه عندها العلاش نتاعها. انت عشت في الافريق؟ هي عشت 5 سنين. 5 سنين. ما سي با سا، معناها هذايا هكا خساره. وشو شعب ما يدفعش لامبو نتاعو، شعب ما يخدمش الجيش، شعب ما يحترمش كبيره، شعب ما تلقاش دواه وطبيبه، والجيل هذايا ما يحترمش اللي اكبر منه خاطر كان هو وصل على خاطرنا احنا. هذايا سامحني. اول ما بدينا الحوار قلت لي انه الشارع ما كانش هكا. ما كانش هكا، كان هكا يا حبيب بورقيبه، كانش هكا، ما كانش هكا. لا شوف الواحد الكاليتي نتاع الناس، الكاليتي نتاع القهاوي، شوف القهاوي كيفاش منتفه. اش كان فما؟ كانت القهوه هذه والقهوه هذه كاو، كانت هكا تويكا، ويرمي ويبزخ في الشارع ويرمي الصواقر في الشارع. علاش هكا؟ عليه والله سبحان الله. وكاو وليت ما تحب تهبط للشارع التونسي؟ ولا السلوكيات لا ما عادش نحب نهبط جمله. جو بريفير نقعد عايشه في القرن اللي كنت فيه انا الاخر الماضي. وهذايا لا سامحني. لا كي تعبت شنو الحاجات اللي تستغرب منها؟ كل شيء نستغرب. قولي شنو اللي ما نستغربش منه؟ كل شيء نستغرب، كل شيء هكا. لا لا سامحني، ما مستوى ولا حاله مش ادنى حاجه اقل من الادنى. لا مش نورمال هكا، مش عادي يا اختي. حزينه على تونس؟ بيان سور كو حزينه، ماهيش تونس هي. تونس قبل خيره؟ فما امل انه غدوه توصل لخير؟ لا من ديما شباب تربى هكا. لطف عليك تبكيش. حسينا معناها لدرجه انه دمعتك هبطت على بلادنا. قالك يقفل تونس، انا وقفنا اللي ساقينا مشيت في الاخر بركنا. هاني شنو الحاجات على الاقل الجانب الايجابي اليوم اللي في تونس وانت ما زلت تحب؟ حتى شيء. هاو حتى من ربي غضب، حتى الواحد يمشي بحبل البحر يتفرج، هاو الدنيا كلها كليت بعض. حتى شيء، ما عادش واحد يعقل لا بلاده ولا الناس. ورغم هذا تحب تعيش في تونس؟ كان تجيك فرصه باش تخرج؟ نحب نعيش من غير ناس. من غير ناس؟ لا من غير ناس. الناس هذوما ماهمش توانسه، ما نعرفهمش، مش نتاعي، ما نعرفهمش. الوجيعه هذه متسبب لك فيها حد هكا وجعك والكل؟ لا الكلهم كنت تمشي في الشارع راك انت مادام صغيره راهو تي اغريسي في كل شيء. راه كان باش تاخذ بونو في حاجه يعمل لك هكا ويتعدى قدامك، يدزك، يحط لك التاكسي، ياخذها لك قبل كلام بافي. ما كانش هكا. رغم انه اليوم ما عادش نحكيو على حتى المراه التونسيه عندها قيمتها في المجتمع وتلعب دور مهم، وهي تربي مالوغوزمون. السبب 50% منها هي و50% من البو. انا ما نمنش اللي المجتمع هو اللي يفسد. راه ما
تظنش انه الشارع يفسر؟ لا لا لا، هو الشارع متكون من شكون؟ ما هو من الناس ولا لا؟ والناس هذوكم شكون وراه؟ ما هو عائلات. يبدا هو من اللي يبدا صغيره اضرب عمك، يا اضرب خالك، يا سب خالك، يا شو الله يضحك. كيفاش تحبوا يطلع هذا؟ كيفاش تحبوا يطلع؟ مالوغوزمون هيك. قال لك كل بلاد تخدمها اولادها هذوما، ربي يسترهم هكا. ما عندكش امل في الجيل القادم لا لعل لا, يتصلح؟ لا انا قلت لك لا 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 لا، الجيل هذا اللي راهو هكا في الشارع لا داير اخزر لي انت حتى من القرايه ما عادش يحب يقرا، ما عادش يحب يقرا. كيفاش باش يكون هو باش صغير؟ هو ما يلزمو يخدم ولا لا ويتعب، هو لا يخدم لا يتعب، نهار كل بالانترنت وهو راقد وقاوي ويعمل العرك، وحتى كان يتشد في الحبس يولي يعيش اكثر خير من اللي كان الداخل. تعتقد اليوم انه تطور التكنولوجي وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دور في، خلينا نقولوا مش افساد الجيل ولكن في التصرفات هذيا والاخلاقيات والسلوكيات؟ انت هاو وقف اي طفل صغير، ما نعممش في كل شيء، قل له شو تحب انت ولا شنو عم يبدا يعمل بالرسمي ولا هي ولا وما يجاوبك في حد شيء، ما يجاوبكش. هو بيدو ما يعرفش يحب عليه خاطر ما خسر شيء، كل شيء يلقاه ليدو ما خسرش. وكما يقولوا هذا التكنولوجيا عملوه الحبر حاشاك وحلوا فيها البقرطار في نورمالمون، مش طفل عمره عامين وثلاثه اش خليهم ما عادش يتكلموا ولا اكثر ما عادش. ولا حتى كي يبدا في الدار يمشي في بيته هو يقعد تك تك تك، ها ترى ليكوب يمشي يشوف ليكوب، هي تقعد في تليفونها هو في التليفون وصغار تهد من غادي. يعني سي با سا ما عادش فما ريت الكلام، ما عادش يقول لك لاش بيك، مش حتى نقاش يعرف على الاقل هو شي يحب، هو يعرف هو شيء. اسال اي واحد صغيره تو تشوف حاله ما عرفوش حتى يكتبوا. راه انا نقري في جامعه صدقني، كلمه بالمصري كلمه بالسوري كلمه بالدارجه ما عادش. راه تقول له شكون ياخذ كتب باش يقراهم ولا يعمل انت حتى كي تقول له اخدم خدمه فالواحد يرجع لك بالانترنت يشوف بالشات جي بي تي سي با سا الكتاب فقد قيمته اليوم. قولوا الكتاب هو الجريده، وينهم الجرايد؟ وانت تو اقف اي واحد قول له شنو هي الجرايد اللي فما في تونس يقول لك انت قول له حتى حاجه على ما نعرفش حاجه انترناسيونال صايره شيء، اي معناها لا ثقافه عامه ولا خاصه ولا حتى شيء. مصيبه راهي مصيبه. انت اليوم من خلال قناتنا شنو تقول للعائله التونسيه؟ ما شاء الله عليك معناها اليوم لخصت الوضع. شو اذا تلقى واحد لاباس معناها شنو لاباس؟ يعني يعرف يتكلم متربي يلقى خدمه ماهوش بخير، هذاك راهو من والديه، هذاك من والديه. اشتر الواحد الوالدين، ونقول انا 70% المراه. اذا المراه تتغطي وما تحبش وتقول وما يسالش ووليدي وواحد لا انا منهم امراه مثلا بنت عمرها 14 سنه ضد مكياج وحواجبها مكدوب امورك، اما قلت لها علاش هكا معناها زينه؟ قالت لي كيفاش باش تلقى راجل؟ كان في 14 سنه تقول لي كيفاش باش تلقى راجل مالا كي تعمل 20 شنو تعمل؟ معناها سي تفكير من اصله من اصل العائله يفكروا غلط. اي لا انا قلت لك 70% من النساء اللي ما نعرفش